السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن المعزول الزلنطحي صفيحة السائط، والموضوع اللي طالعين الناس طبعا بكل شياكة، وكل واحد طالع لي على الشاشة ويعني يقول لك مش عاوزين شماتة. لا، أنا بقول هنا الشماتة واجب وطني في المعزول الزلنطحي صفيحة. ده موضوع الرئيسي بتاعنا في الحلقة، وهنتكلم عن الجنايني. حاجة كده كان تصريح قاله يا عمرو الجنايني، برضو خريج الخرارة ونتاج الخرارة، والوزير الضعيف الوزير المهزوز هنتكلم عنه. قبل ما نتكلم عن الشماتة واجب وطني نبدأ بعمرو الجنايني. عمرو الجنايني بيعمل انترفيو في تمرين المنتخب الوطني، وبيقول لك احنا كان عندنا رؤية ثاقبة، والحمد لله احنا صممنا على استكمال الدوري. طب شفتوا تفاهة اكتر من كده؟ يعني الجنايني، طبعا احنا بنقول لخريج القرارة ويعني ونتاج الخرارة هيطلع منه ايه؟ يا راجل، يقول ايه؟ يا راجل يا غير صادق، مش هنقول اكتر، مش هنقول اللفظ التاني، يا راجل يا غير صادق. انت كنت عاوز الدوري يرجع؟ انت من اكتر الناس ومن اشد الناس كنتش عاوز الدوري يرجع. ما هو انت كنت مأيد الزلنطحي صفيحة، مأيد الخرارة بتاعتك اللي انت طالع منها، وهو لولا الدوري رجع كان فريقك اللي انت بتشجعه الخرارة اللي انت منها كان وصل لنهائي بطولة افريقيا. لكن لا، بتنسوا وبتتناسوا او فاكرين ان احنا ما بنفهمش او بننسى. لا، انت ما كنتش موافق على اعادة الدوري يا جنايني، يا جنايني، يا اللي كنت بتاخدوا باوسخ جزمه في ناديكم وساكتين ومحدش بيتكلم فيكم. لا، انت حضرتك ما كنتش عاوز الدوري يرجع. ها، افكرك ولا نقول ايه؟ طيب احنا ما بننساش، لكن تطلع تاخد بطوله زائفه على اكتاف الناس اللي صممت ان الدوري يرجع، زي النادي الاهلي، وعلى راسهم النادي الاهلي. يمكن كان هو الوحيد، وبقيه الانديه الا من رحم ربي يعني على استحياء، اللي كان موافق على استحياء. كن كلهم عاوزين الدوري يتلغي، وتطلع انت تنسب لنفسك بطولة زائفة. ادي اللي من الخرارة واللي خارج من الخرارة، كذب في كذب في كذب. اتعلموا في نادي، اتعلموا في مكان اللي اتربوا فيه كده في ناديهم، ان هم يكذبوا كما يتنفسوا. صدقوني والله العظيم كلهم كده. ده بالنسبة لعمرو الجنايني. وشفنا الوزير الخايف المرعوش الضعيف اللي بيقول لك احنا مش هناخد القرار، مش هنعمل، مش هن يعني عشان خوفا على نادي الزمالك واستقرار نادي الزمالك. طب وسيادتك لما كانت الناس بتتهان وبتخاط في عرضها وفي شرفها وبتتهان على هوا، كنت فين سيادتك منهم؟ هو ما لهمش اي قيمة عندك؟ ها، لما ناس السيدات اتهانت في نادي الزمالك نفسه، سيادتك كنت فين؟ ما كانش ساعتها ما لهمش قيمة ولا لهمش كرامة ولا لهمش وقت. انت وزير ضعيف، وزير خايف، وزير خريج الخرارة ونتاج الخرارة، فلازم ده اللي يطلع منك سيادتك، ده اللي لازم يطلع منك. لسه طالع تقول لنا على، وطالع ميدو امبارح بيقول تكافؤ الفرص، ان المجلس لازم يقعد عشان مجلس الاهلي عنده استقرار، ولازم يبقى الزمالك يقعد عشان يبقوا في النهائي متقابلين يتقابلوا متكافئين ازاي؟ يعني المؤدب المحترم اللي بيشوف شغله، اللي ما بيهنش حد، اللي يتساوى بالقليل الادب، السباب، اللعان، الخائض اللي في الاعراض، كل ده يتساوى مع بعض، كله ده. وده في سبيل ايه؟ سبيل ايه يعني يا ميدو؟ انت نسيت عليك اتقال عليك ايه؟ خرابات اوروبا والعصايه كانت بتحط فين وانت ايه ابن مين يعني نسيت ده كله؟ عاوز تساوي الشرفاء بالناس الاندال، الناس اللي مش محترمه، السبابين اللعانين اللي الشعب كله لفظهم، سقطهم، ولو راحوا في اي حته هيسقطوا. والله لو اترشح لدورة ميه انه يمسكها هيسقط برضه. وزير ضعيف واعلام خايف، اعلام جبان لحد دلوقتي مش قادر يتكلم بحريه مش قادر. خدوا على الاهانه والمهانه. قبل ما نخش في موضوعنا اللي انا كنت عاوز اتكلم عنه، ان
الشماتة واجب وطني في الزلنطاحي صفيحة. اخر حاجة جمهور الزمالك بيقول على السوشيال ميديا ان مش عاوزين حازم امام كعضو اذا كان هيعملوا لجنة مؤقتة او يترشح كرئيس. ليه جمهور الزمالك مش عاوز؟ تخيلوا مش عاوزينه ليه؟ بيقول لك عشان ضعيف، مش هيقدر يجيب حق النادي. خدوا على كده ضعيف، مش يعني حازم امام مش هيطلع يقول لك امك وابوك ويسبك، ومش هيطلع يقول مثلا لجمهور الزمالك يديك مش كفايه انت تحبني، كفايه امك تحبني. مش هيطلع يرفع لهم الجزمه. خدوا على كده، خدوا على كده. والله العظيم الزلنطاحي صفيحه خلف من وراه جيل كامل واخد على قله الادب والسفاله والمهانه. ياخد باوسخ جزمه ويقول لك كمان احنا مبسوطين. الناس، بس انا عاوز اعرف يعني الناس المسؤوله عن الحاجات دي واللي بتبص لقدام وتبص على النشء في الدوله، اعملوا تقارير وقولوا الزلنطاحي اثر سلبي قد ايه في الجيل اللي جاي. ايه السلبيات اللي هيخلفها وراه الزلنطاحي صفيحه. قولوا كده وبلغوا المسؤولين عشان ما يسيبوش اي حد تاني يتجاوز ويتمادى في التجاوز، والناس قاعده تتفرج وبتضحك وبتقول لك والله ده دمه خفيف. ده دمه خفيف، سيبوه يهزر يا جدعان. انتوا زعلانين ليه؟ زعلانين ليه؟ سيبوه يهزر، هو كان بيضحكنا طول الليل. هنقول ايه؟ عدم نظر للمستقبل، قله ادب، كل ما تسيبوه او هتسيبوه او تفضلوا مخليينه بحجه الكيان، بحجه ان لازم نحافظ على استقرار الكيان. ولما كانت الناس بتتهزأ وبتتهان وبتلعن سلسفيل ابو جدودها وبتتخطف اعراضهم، محدش كان منكم بيتكلم ويقول استقرار الكيان واستقرار الهباب واستقرار الخراره واللي في الخراره. نيجي بقى لموضوعنا الرئيسي، ان الشماتة واجب وطني. سامع انا طبعا الفترة بعد سقوط الزلنطاحي صفيحة المعزول، الراجل طبعا طالعين الكيوت على الشاشات، عمرو اديب واحمد موسى وناس كتير طالعة. الشماتة لا، ما نشمتش ازاي؟ انت سيادتك احنا ما نشمتش ازاي؟ راجل سباب لعان، راجل خائط في الاعراض، راجل كان عنده استعداد يقطع ارزاق الناس بدم بارد، راجل عنده استعداد اي حد يروح في داهيه ولا في دماغه ويروح ينام ومبسوط وبيضحك على الشاشات وينام في البيت. راجل كان بيقول على سيد عبد الحفيظ ده اخواني، وكان ممكن سيد عبد الحفيظ يتاخد ويتحاكم ويتحبس وما عندوش اي غضاضه انه يتحبس. عاوز سيد عبد الحفيظ دلوقتي يبقى ايه؟ يقول له ايه يعني؟ ما يشمتش، ما يفرحش، ما يقولش جالي حقي. السيدات اللي في النادي النهري لما اتهموهم باطل وزور وقال لهم انتوا بتشربوا حشيش بالكذب، منظرهم كان ايه قدام اهلهم وعيلتهم وازواجهم؟ لو هم اهلهم وازواجهم مش متفاهمين وعارفين ان الراجل ده زلنطاحي صفيحه سباب لعان قائد في الاعراض، كان ايه بالنسبه لهم؟ شكلهم ايه وسط اهلهم وسط حتتهم؟ عاوزهم ايه دلوقتي لما ربنا جاب لهم حقهم وشافوا يوم عدل، شافوا يوم حلو ان الزلنطاحي صفيحه السباب اللعان ربنا انتقم منه وسقط في البرلمان وبيسقط في كل حاجه؟ عاوزينهم ايه؟ ما يشمتوش يقولوا الحمد لله ويفرحوا؟ لا، الشماتة هنا واجب وطني، الشماتة واجب وطني. والله العظيم بوظ جيل بحاله، اهان جيل بحاله. كل واحد احنا شمتانين كلنا في اعضاء مجلس الشعب اللي سقطوا. صلاح حسب الله اللي سقط كان واقف جنب الزلنطاحي ياخد بالجزمه. احسن يا صلاح يا حسب الله، عشان تعرف ان الله حق، ان تقف بعد كده مع الحق مش مع الباطل. مع محمد اسماعيل اللي كان فاتح قناته كل يوم للسباب واللعان والخوض في الاعراض في كل المصريين، لازم كان ياخد فوق دماغه. لكل واحد سقط في مجلس الشعب ما قالش كلمة حق وكان بيقول لنا كيدية ويطلع لنا لسانه ويغيظ الشعب ويغيظ كل الناس. والله العظيم رئيس مجلس الشعب لو ترشح فردي لكان سقط. انتوا مش حاسين بالشعب، مش حاسين. انتوا فاكرين اللي كان بيحصل والناس تضحك وتهزر ده دمه خفيف، ده بيضحك. يا جدعان سيبوه بيهزر،
كل الكلام ده بوظ جيل، والله العظيم بوظ جيل. وفي الاخر عاوزيننا كلنا نبقى كيوت. خليك كيوت يا كابتن محمود الخطيب. وطبعا ناس دلوقتي بتتكلم، وسامع ناس بتقول لك مبادره ان الكابتن محمود الخطيب يتنازل، وكل اللي رفع قضيه يتنازل، وخلاص الراجل سقط، وخلاص الراجل ضعف، وخلاص الراجل سيبوه. يعني يقول للكابتن محمود الخطيب اتسامح يا كابتن محمود الخطيب في حقك. طب في حق العيله، في عيلته، طب في حق اخته، طب في حق مجلس الاداره، طب في حق الجمهور، طب في حق النادي. لا احنا رافضين يا كابتن محمود. انا واحد من الجمهور رافض. مفيش هنتنازل عن حقنا ولا حق النادي. ومش من حقك يا كابتن محمود انت تتنازل عن حقك. لا، انت شفت واستحملت كتير، وكنت قدوة صالحة لكل الشباب. كنت واقف يا كابتن محمود، انت بجد كنت يعني الدرع للجيل اللي جاي. ان شايفين السباب اللي عان، وشايفينك صامد ومحافظ على اخلاقك وقيمك ومبادئك. اوعى تتنازل يا كابتن محمود. والناس الكيوت يا ريت تطلعوا من المشهد، يا ريت، يا ريت ما نشوفكوش. لازم كل اب وكل ام قبل عيالهم ما يناموا ويقولوا لهم اوعى يا ابني تسب، اوعى تلعن يا حبيبي، اوعى تخوض في الاعراض. عارف لو عملت كده مصيرك هيبقى زي الزلنطاحي صفيحة الساقط. اوعى تعمل كده. لازم كل مؤسسة تجيب النموذج بتاع الساقط الزلنطاحي صفيحة وتحطه مثل. مش اي واحد يتعين في اي مؤسسة ياخدها رهينة عنده، وياخدها انها بقت حاجة شخصية بتاعته، ويتصرف في امواله زي ما هو عاوز، في امواله زي ما هو عاوز، ويحطها خارج الجهاز المصرفي، ويحطها زي ما هو عاوز في النادي او في الشركه او في البيت، ويحطها باسم اي حد. لازم نحط ده مثل في اي شركه، في اي نادي، في اي مؤسسه، ونقول اللي هيعمل كده هياخد بالجزمه من الشعب كله. اللي هيهين الشعب هياخد بالجزمه من الشعب. ونقول لا كده غلط، نحطه مثل. انتوا فرحانين؟ والله العظيم خلف جيل وراه، والله هنقعد نصرف كتير قوي لحد ما يتصلح. هنشوف نماذج سودة، ودينا شايفين الخرارة واللي في الخرارة واللي بيشجعوا الخرارة خدوا على الإهانة والمهانة. والله العظيم تحس ان هم متدروخين. بيقول لك مين هيجيب لنا حقنا؟ يقول لهم كان بيشتمكم، يقول لك وايه يعني؟ كان بيهينكم، يقول لك وايه يعني؟ كان بيديكم باوسخ جزمه، يقول لك وايه يعني؟ فضل عليكم الراجل اللي جاي من الخارج وقال جزمته طال عمره جزمته بكل رموز النادي بتاعكم، يقول لك وايه يعني؟ رفع عليكم الجزمه وايه يعني؟ قال امك بتحبني، مش اهم حاجه انت تحبني، يقول لك وايه يعني؟ خدوا على الاهانه والمهانه. تخيلوا الدوله هتصرف قد ايه، هتصرف قد ايه لما كل تعالج في الجيل ده. تخيلوا الجيل ده كله ينتشر في المؤسسات، تخيلوا يبقى شكلنا عامل ازاي. كل ده كما ينتشر في المؤسسات الجيل ده، ويبقى هو اللي في مفاصل الدولة، واخد على الإهانة والمهانة، واخد على السباب واللعان، واخد على الخوض في الأعراض، واخد في الخوض في الميتين والأحياء. أفيقوا يرحمكم الله. وفي الآخر ألاقي ناس يقول لك بلاش نشمت. لا، الشماتة واجب وطني. لازم الناس كلها تعرف إن السفالة، قلة الأدب، الخوض في الأعراض، الشتيمة، إهانة الأمهات، إهانة السيدات، إهانة الرجال، إهانة الرموز في البلد مش هتتساب. لازم يتحاسب، لازم يسقط. الزلنطاحي صفيحة الساقط، ابن الساقط أو الساقط، لازم فعلا لازم يسقط. لازم نحطه مثل. ودينا شفنا ابنه امبارح، لسه امبارح اهو، واحد بيقول له على صفحته ابوك عامل ايه بعد الانتخابات. نشوف ابن الساقط، ابن الزلنطاحي صفيحة، الولد اللي داخل بالواسطة، اللي والله العظيم لولا ابوه الساقط الزلنطاحي صفيحة ما يشتغل في اي حتة ولا يشرف اي حتة. تخيلوا بيرد على الراجل اللي بيسأله ابوك عامل ايه بعد الانتخابات، يقول له راح عند امك في البيت. ده اتربى؟ ده شاف تربية؟ ده حد رباه؟ اما ابوه عاوز يتربى الاول،
عاوز يتقال له عيب من الاول، عاوز يتضرب على ايديه من الاول يقول له عيب تهين الناس، عيب. ولسه ناس طالع تقول لي ما تشمتش في الساقط المعزول الزلنطاحي صفيحة. الشماتة واجب وطني في الساقط المعزول الزلنطاحي صفيحة. تحية كبيرة للكابتن محمود الخطيب، اللي قدوة والمثل بجد والله العظيم، اللي استحمل بجد، اللي مع كل الإهانات وكل كل الإهانات وكل الكلام الفاضي وقلة الأدب اللي اتقال، وقف صلد، وقف صلد قدامه بإيه؟ بتربيته، بقيمه، بأخلاقه. تحية كبيرة لجمهور النادي الأهلي العظيم اللي هيسقط المعزول الزلنطاحي صفيحة الساقط في أي حتة. إن جمهور النادي الأهلي اللي اتعلم الكرامة واتعلم إن محدش يهينه أكتر من 90% من شعب مصر. تحية كبيرة لجمهور النادي الأهلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.